بص يا ست الكل، انا لوح تقطيع مش محطه جراثيم. تقطعي فراخ نيه وبعدين نفس اللوح تقطعي عليه السلطه، البكتيريا بتقعد في الشقوق اللي فيا زي الايجار القديم، وبعدين تستغربي ليه البطن بتعمل ثوره بعد الاكل. ما هو ده ما يرضيش ربنا برضو يا جدعان. السالمونيلا هتوديكي الشلاحات لو ما فوقتيش لنفسك. يا ست الكل، انا كوبايه بلاستيك مش ترمس شاي، كل يوم تصب فيا شاي مولع وانا ابتدي اسيح زي الشمعه. الحراره دي بتطلع مواد من البلاستيك بتدخل في الشاي بتاعك، يعني بدل ما تشربي شاي وتروقي وبتشربي بلاستيك سخن. يا ست الكل، مش كل العلب البلاستيك تدخل الميكروويف، بطلي تحطيني جوه عشان الحراره بتطلع مني مواد تدخل في الاكل نفسه. بصي عليا كده، انا بدوب زي الجيلي ازاي؟ يعني حضرتك بدل ما تسخني المحشي بتبليه بالبلاستيك. يا عم انا ازازه ميه مش غسيل مبلول، سيبني هنا والشمس بتشوف فيها من الصبح. الانتيمون والبلاستيك بيطلعوا يرقصوا في الميه دلوقتي، انا مش عايز اكون سبب في صداعك ولا دوخه بعدين. الميكروبلاستيك بيتراكم، الهرمونات بتتلخبط، الكبد بيتعب. كل يوم دهون وفراخ ولحمه وانا لسه نفس الاسفنجه. انا كده بقيت فندق بكتيريا 5 نجوم. غيريني او على الاقل اغسليني بدل ما اغسل الصحون بالميكروبات وفي الاخر ما عملناش حاجه. يا ست البيت تعبتينا بقى، الميكرويف مش بيهضم معدن حضرتك. جربي كده، حطي جوايا معلقه ويلا نحتفل بليله راس السنه. الشراره ده ممكن تولع في الميكرويف كله، يعني بدل ما تسخني الاكل هتجيبي المطافي.